بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك وتصطفاك على نساء العالمين. الموضوع حول العصمة. هل العصمة تلازم النبوة أو بين العصمة والنبوة عموم وخصوص مطلق؟ ربما يتوهم بعض الناس إذا قلنا بأن فاطمة الزهراء معصومة فمعنى ذلك أنها نبية، والحال أن المسألة ليست كذلك. العصمة شيء والنبوة شيء آخر، وكل نبي معصوم وليس بعض المعصومين بنبي. الآية التي تلوتها نزلت في حق مريم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يقع الكلام ما هو المراد من التطهير بين الاصطفائين. اصطفاك من بين النساء وطهرك، ما هو المراد من التطهير في بين الاصطفائين؟ المراد من التطهير تطهير مريم من الذنوب ومن المعاصي. ولذلك يقول أكثر المسلمين بأن مريم عليها السلام كانت معصومة وليست بنبية. أما معصومة فلقوله سبحانه طهرك. ليس المراد التطهير من الأمور المادية، لا، التطهير من الأمور المعنوية، المعايب، المعاصي، الخطايا. فمريم عليها السلام بين النساء معصومة وليست بنبية. نفس ذلك نقول في حق بنت المصطفى الدرة البيضاء فاطمة الزهراء، فإن فاطمة الزهراء لها مقام صام ولها العصمة، ولكنها ليست بنبية. أما أنها معصومة فيمكن الاستدلال عليها بطرق مختلفة، ومن الطرق الرواية المعروفة التي رواها البخاري وغير البخاري إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضا فاطمة. فإنه سبحانه تبارك وتعالى علق رضاه وسخطه برضا فاطمة وسخط فاطمة. فإذا كان رضا الله سبحانه وسخط الله سبحانه معلقا على رضا فاطمة وسخطها، وهو يدل على أنها عليها السلام لا يسخط إلا عند المعصية ويرضى في غير المعصية. ولا يمكن أن يتعلق رضاء الله وسخطه
بإنسان غير معصوم، وإلا يلزم أن يرضى الله تبارك وتعالى عند إسيان الفرد. فإذا قال إن سخط الله تبارك وتعالى ورضا الله تبارك وتعالى يدور حول رضا فاطمة وسخطها، فيجب أن يكون المحور أمرا معصوما، ولو كان غير معصوم يلزم أن يرضى الله تبارك وتعالى عند الإسيان أو يرضى عند المعصية. فمن قال بأن فاطمة معصومة بهذا الدليل وأدلة أخرى، والمهم رد هذه المزعمة، ربما يتصور أن القول بالاسم يلازم النبوة. نرى هذه الكلمة في أكثر الكتب التي انتشرت في هذه الآونة الأخيرة ضد الشيعة. فإذا قلنا بأن عليا معصوم، پس أنتم تعتقدون بأن عليا نبي. لا، النبوة شيء والإثبات شيء آخر، والأئمة الاثنا عشر معصومون وليسوا بأنبياء، كما أن مريم حسب هذه الآية معصومة وليست بنبي. ننتقل إلى كلام آخر بعدما تبين أنت بنت الرسول بنت المصطفى معصومة، ننتقل إلى فضائلها ومناقبها في الكتاب والسنة. أما في الكتاب نرى ذكر فاطمة في القرآن الكريم في مواضع مختلفة مذكورة، لكن لا باسمها بل بوصفها. الآية الأولى آية المباهلة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نظر رسول الله وفد نجران في صفات نبي الله عيسى وجادلهم بالحجة الدامغة والمنطق السليم بما لا يقبل المزيد، ولما أصروا على الإناد قطع الكلام معهم وأنهى المناظرة ودعاهم إلى شيء يحسم الموقف بسرعة ويستأصل النزاع من الجذور، وهو المباهلة. وتعني المباهلة طلب نزول اللعنة على الكاذبين التي تقترن بمعجزة خارقة ونزول عذاب من السماء يهرق الكاذبين ويستأصلهم جميعا. المهم هذه الكلمة. وقد تواترت الروايات على أن النبي خرج وعليه كساء غير مخيط، وقد احتضن الحسين وأخذ بيد الحسن وفاطمة وعلي يمشيان خلفه، وهو يقول إذا دعوت فأمنوا. معنى ذلك أنه لم يكن بين نساء المدينة حتى زوجات النبي شخصا أو أشخاص غير هؤلاء الأربعة حتى يؤمنوا على دعاء النبي الأكرم، فلم يكن بين نساء المدينة من لها ذلك المقام أن تؤمن دعاء الرسول، فهذا مقام صام لفاطمة عليها السلام. وقد اتفق الروايات على أن المراد من نساءنا هو فاطمة وأنفسنا هو علي، إذ لم يكن في موضع المباهلة إلا 5 أشخاص:
النبي الأكرم يدعو وهؤلاء في خيمة أو مظلة ينتظرون دعاء الرسول حتى يؤمنوا قالوا آمين. فلفاطمة ولعلي ولولديه مقام سام تأمينهم دعائهم يكون سببا لرفع دعاء النبي الأكرم. فأي مقام أفضل من ذلك المقام؟ دعاء النبي يسعد بتأمين هؤلاء. فمن ينكر فضيلة فاطمة فإنما ينكر عن إناد أو عن جهل. فهذا هو القرآن الكريم يذكر فاطمة باسم نسائنا وله هذا المقام. الآية الثانية تعرف لنا مقام بنت المصطفى. آية التطهير. اتفق المحدثون على أن آية التطهير نزلت في أهل بيت النبي ومنهم فاطمة الزهراء عليها السلام، وهذا نص صريح مسلم باللفظ. يقول عن عائشة قالت خرج النبي غداة وعليه مرط، لغة مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حوالي 35 رواية من طرق أهل السنة إن الآية نزلت في حق هؤلاء الخمسة ومنهم فاطمة. فماذا يريد سبحانه من قوله ليطهركم؟ هل التطهير من الأدناس الأرجاس المادية؟ هذا ليس بمهم. فمن استحم يتطهر من الأرجاس والأدناس. فهذا التطهير هو التطهير الوارد في الآية المباركة في حق مريم، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. هذا التطهير هو التطهير في الآية. فما هو معنى التطهير في الآية في حق مريم؟ هو المقصود من التطهير في هذه الآية ويطهركم تطهيرا، أي يطهركم من العيوب ومن المعاصي ومن الحسد ومن كل شيء غير صحيح ومعي. فهذا يدل على اسمة الزهراء واسمة الآخرين. والاسمة كما قلنا لا تلازم النبوة، فهذا اشتباه ممن يتصور أن القول بالاسمة هو القول بالنبوة. لا، ربما يكون إنسانا معصوما ولا يكون نبيا. فسلمان حسب ما ورد في الروايات وصل إلى مقام الاسمة ولكن لم يكن نبيا. مصاحب موسى الذي لم يذكر اسمه في القرآن الكريم معصوما أما ولم يكن نبيا، أما صار معلما للنبي. يريد ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الضمائر المذكرة كلها تدل على أن المراد هم الخمسة. فمن الاشتباه الواضح من أراد أن يفسر الآية بأزواج النبي الأكرم، فهؤلاء الضمائر كلها مذكرة. خصوصا يقول سبحانه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يخص أهل البيت بالتقديم. فهذا مقام آخر لفاطمة في القرآن الكريم. الثالث مقام فاطمة في القرآن الكريم بنت المصطفى وآية حق ذي القربى.
اتفق المفسرون على أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أظهر مصادیق ذي القربى في هذه الآية. قال جلال الدين السيوطي متوفى عام 911 لما نزل قوله سبحانه وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله فاطمة فأعطاها فداك. فمقام فاطمة في القرآن الكريم في هذه الآية. عن ابن عباس يقول لما نزلت آية وآت ذا القربى حقه اقطع رسول الله فاطمة فدكا، وهنا روايات أخرى. فمن أراد التعرف على فاطمة فعليه الرجوع بالقرآن الكريم، أما بشرط أن يكون متجردا عن كل عقيدة مسبقة. فمن أراد الحق أن يتجرد من العقائد السابقة ثم ينظر إلى القرآن الكريم، هل بين النساء مقاما كمقام فاطمة؟ الآية الرابعة التي تعرف مقام فاطمة، الآية الرابعة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. نزلت هذه الآية ورسول الله في المسجد، فقام رجل من أصحاب النبي فقال أي بيوت هذه يا رسول الله؟ فقال صلى الله بيوت الأنبياء، في بيوت الأنبياء. من الاشتباه الواضح من أراد أن يفسر البيت بالمسجد، البيت شيء والمسجد شيء آخر. البيت يجب أن يكون فيه سقف حتى يحفظ الإنسان من الحر والبرد، وأما المسجد لا يجب فيه السقف، وهذا مسجد الحرام ليس فيها سقف. بيت يحتاج إلى جدار 4 وسقف حتى يكون للإنسان مقرا. في بيوت غير المساجد، المسجد لا يجب أن يكون فيه سقف. في بيوت أذن الله أن ترفع قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيوت الأنبياء. ينقل جلال الدين السيوطي وغيره فقام إليه أبو بكر فقال يا رسول الله هذا البيت منها، مشيرا إلى بيت علي وفاطمة. فقال نعم من أفاضلها، من المصاديق الواضحة ومن المصاديق الأفضل. في بيوت أذن الله أن ترفع. هل هناك بيت آخر مثل بيت فاطمة؟ من أفاضلها. وكأن أبا بكر يتفرس أمرا آخر يأتي بعد رحيل النبي الأكرم، أتفرس. وأما الآية الخامسة، إلى هنا قرأنا آيات 4. الآية الأولى آية المباهلة، الآية الثانية آية التطهير، الآية الثالثة آية حق ذي القربى، الآية الرابعة رفع البيوت. نصل إلى آية خامسة. قبل أن نصل إلى الآية الخامسة أذكر شيئا في الهامش. في بيوت أذن الله أن ترفع. لماذا يجب رفعها؟
لأن هناك رجال يسبحون الله تبارك وتعالى صباحا ومساء. فعلى هذا فرفع هذه البيوت أمر لازم. الرفع إما رفع معنوي أو رفع مادي. رفع معنوي يجب أن يكون مطهرا من الأدناس. رفع مادي يجب أن يحتفظ بالهيكل وبالمقام. فبيت العسكري الإمام الهادي والإمام العسكري بيتهم مقامهم، فتدمير هذا المقام فتدمير هذا البيت يضاد هذه الآية المباركة، لأنها بيوت الأنبياء وبيوت أولاد الأنبياء وبيوتهم مسكنهم ومقابرهم ومراقدهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. فهل حتم هذه البيوت من الإسلام أو هو ضد الإسلام؟ لا، بل مواليد النواصب جددت دين اليهود وليس بدين محمد. الآية الخامسة ذكرت فيها فاطمة الزهراء آية المودة في القربى. ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ومع ذلك يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. القربى على وزن البشرى بمعنى القرابة. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرابة. أقرباء النبي معروفون. بنت النبي من أفضل أقرباء النبي الأكرم جعله أجرا للرسالة. وهناك سؤال يقال إن سائر الآيات تدل على أن الأنبياء في غنى عن سؤال الأجر، كما في هذه الآية وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. مع ذلك فكيف سأل النبي الأكرم أجرا وهو مودة القربى؟ هل بين الآيتين منافاة وتنافي أو لا تضاد ولا تنافي، بشرط أن يكون الإنسان ملما بالقرآن الكريم؟ هذه المودة مودة القربى قبل أن يكون لصالح الأنبياء والأولياء، قبل أن يكون لصالح القربى لصالحنا. فإن الإنسان إذا أحب إنسانا يقتدي بهذا الإنسان في حياته وفي سلوكه وكل أفعاله وأقواله، فلا منافاة. فنحن إذا أحبنا عليا وفاطمة والحسن والحسين نقتدي بهم في حياتنا وفي سلوكنا وفي كل مقام. نظير هذا إذا ذهبت جنابك إلى طبيب فكتب الوصفة ثم قال لا أطلب مقابل هذه الوصفة إلا شيئا واحدا وهو العمل بهذه الوصفة. معنى ذلك لأنه يتم لصالح المريض قبل أن يتم لصالح الطبيب. فالآية المباركة تدعونا إلى حب النبي وحب أولاده وحب فاطمة، فهذا الحب يدعونا إلى أن نسلك مسالكهم وأن نقتفي اختفاءهم. فعن الإمام الصادق كما رواه المحدث القمي أنه تمثل بهذين البيتين: كأس الإله وأنت تظهر حبه. هذا محال في الفعال بديء.
لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. فمودة ذي القربى لصالحنا يسبب أن نختفيهم وأن نسلك مسالكهم ولا نعصيهم ولا نخالفهم. فهذه المودة نفعه عائد إلى المحب قبل أن يعود إلى المحبوب. ففاطمة عليها السلام داخلة في هذه الآية. روى نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري في تفسيره عن سعيد بن جبير لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين أوجب الله علينا مودتهم؟ قال علي وفاطمة وابناهما. هذه مصادق واضحة نص به النبي الأكرم ولا يدل على التخصيص. هذان البيتان معروفان منقولان عن الإمام الشافعي: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. إلى هنا ذكرنا آيات 5 تدل على مقام فاطمة وأنه سبحانه تبارك وتعالى ذكر فاطمة لكن لا باسمها بل بصفاتها وسماتها. وهناك آية أو آيات أخرى في سورة هل أتى. ذكر الإمام الرازي قال ذكر الواحدي وذكر صاحب الكشاف من المعتزلة أن الحسن والحسين مرضا فآدهما الرسول في أناس معه فقالوا يا أبا الحسن لو نظرت على ولدك فنظر علي وفاطمة وفضة جارية لهما إن شفاهما الله تعالى أن يصوموا 3 أيام فشفيا. فاستغرز علي 3 أسبع من شعير فطحنت فاطمة صاعا واختبزت 5 أقراص على عددهم ووضعوها بين أيديهم ليفطروا. فوقف عليهم سائل فقال السلام عليكم يا أهل بيت محمد مسكين أطعموني. أطعمكم الله من الجنة فآثروه ولم يذوقوا إلا الماء. وتكرر هذه القصة في الليلة الأخرى فجاء مكان مسكين شخص آخر يتيم. فتكررت القصة في ليلة ثالثة جاء مكانها الأسير. فهؤلاء صاموا وأفطروا بالماء فما كان عندهم من الطعام دفعوه على مسكين ويتيم وأسير. يقول سبحانه ويطعمون الطعام على حبه. ضمير حبه يرجع إلى الطعام مع أنهم يحبون الطعام لأنهم صائمون جوعان. أما مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
وأول من شك في نزول هذه الآيات في حق هؤلاء ابن تيمية، فإنه ينظر إلى مناقب أهل البيت بعين مليئة بالغضب كلها. يقول هذه الآيات آيات مكية هذه السورة سورة مكية، ولم يكن لفاطمة ولا للحسن والحسين، ولكنه قفله أن هذه السورة بعضها مكية وبعضها مدنية. فإذا قالوا سورة مكية استثنوا هذه الآيات التي قرأتها، فهذه الآيات مدنية. ولا يجب أن يكون السورة مكية أن تكون جميع آياتها مكية، غالب آياتها مكية وبعضها مدنية. وهذه الآيات حسب ما يذكره أهل التفسير كلها مدنية. وفي الآية دليل واضح على أن الآيات نزلتا في المدينة. هنا قوله مسكينا، لا، مسكين موجود في مكة ومدينة. ويتيما، لا، يتيم موجود. وأسيرا، هل المسلمون كان عندهم أسير في مكة المكرمة أو كانوا كلهم أسراء؟ أسيرا يدل على أن للمسلمين كان أسيرا، وكان في المدينة أسيرا، وأما في مكة المكرمة لم يكن هناك أي أسير. فهذا يدل على أن الآيات آيات مدنية نزلت في مدينة المنورة. تم بحثنا حول ما ورد حول بنت المصطفى من الآيات. نذكر آية أخرى وإن شاء الله نتبرك بهذه الآية. الآية السابعة: إنا أعطيناك الكوثر. اختلف المفسرون ما هو المراد من الكوثر. إن اختلافهم يرجع إلى عقائدهم المسبقة، فلو تجردوا عن عقائدهم لعلموا أن المراد من الكوثر عبارة عن النسل العظيم. إنا أعطيناك الكوثر، بأي دليل أن المراد من الكوثر الخير الكثير، النسل الكثير؟ آخر الآية: إن شانئك هو الأبتر. فوصف الشانئ بالأبتر، فمعنى ذلك أن يكون النبي غير أبتر، يعني أن يكون له نسل عظيم. والعجب أن للرازي هنا كلاما ننقله إليكم، كلام جميل. يقول: هذه السورة إنما نزلت ردا على من آبى النبي بعدم الأولاد، فالمعنى أنه يؤتيه نسلا يبقون على مر الزمان، فانظر كم قتل من أهل البيت ثم العالم ممتلئ منهم، ولم يبق من بني أمية في الدنيا أحد يؤبأ به. ثم انظر، يقول الرازي، ثم انظر كم كان فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر والصادق والكاظم والرضا والنفس الزكية وأمثاله. هذه آيات سبعة تبين لنا مكانة الزهراء بنت المصطفى، فمن شك في مقامها وإسمتها ومنزلتها فعليه أن يشك في القرآن الكريم ودلالة الآيات. فمن شك في مقامها يجب أن يشك في كلمات العلماء وإجماع العلماء. فلا تجد بين أهل بيت النبي إنسانا يكون متفقا عليه من حيث الجلالة والمكانة
والمنزلة سوى فاطمة الزهراء، حتى أن الخوارج يقيمون لها مقاما عظيما ومقاما كريما. هذه هي الآيات. نرجع إلى رواية عن النبي الأكرم التي ذكرتها أول المحاضرة، وهو ما يذكره البخاري عن مسور بن مخرمة أن رسول الله قال: فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني. إن البخاري يلعب بالروايات، عندما يذكر روايات حول عهد النبي الأكرم يلعب، وكأنه لا يريد أن يذكر إلا بغضب وقلب إناد، ولذلك لم يذكر الرواية بعامة أجزائه. يقول: فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني. الرواية الكاملة رواه الحاكم بإسناده عن علي إن رسول الله قال: إن الله يغضب لغضبك يا فاطمة ويرضى لرضاك. أي مكانة شامخة للزهراء حتى صار غضبها ورضاها ملاكا لغضبه سبحانه ورضاه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اسمتها، فهو سبحانه بما أنه عادل وحكيم لا يغضب إلا على الكافر والعاصي ولا يرضى إلا عن المؤمن والمطيع. فلو دلت الرواية الصحيحة على أن فاطمة غضبت على أحد فهو يدل على أن المغضوب عليه إنسان لا يرضى الله تبارك وتعالى. تمت محاضرتنا حول مقام فاطمة ومكانتها ومنزلتها واسمتها. فلو كان هؤلاء حول كلامنا وأحاديثنا وما نقلناه من الآيات والروايات سؤال، فنحن على استعداد على الإجابة، بشرط أن يكون الأسئلة مربوطة بما ألقيناه من المحاضرة حول مكانة فاطمة ومقامها السامي. ما رأيكم الفقهي حول من يسيء إلى المعصومين كالسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها في هذه الأيام؟ أما قولنا هو عبارة عن هداية هؤلاء، فإن هؤلاء أظن أنهم غير واقفين على مقام الزهراء، وإلا فلو كان إنسانا مسلما ملما بالحديث والروايات لا يسيء إلى فاطمة. قلت إن فاطمة عليها السلام بين أئمة المسلمين وبين نساء النبي الأكرم شخصية واضحة لامعة لم يختلف فيه أحد إلا ابن تيمية، وهو ينظر إلى أئمة أهل البيت بعين مليئة بالإناد، الذي رأيه به هدايتهم، مذاكرتهم، مكالمتهم، مشافهتهم. فإذا تمت المشافهة وما إن شاء الله يذكرون عن إنادهم. هل يمكن أن يتخصص العالم الديني في جميع العلوم والمعارف الدينية ويكون الأعلم في جميعها مع النظر إلى التوسع الكبير الحاصل في العلوم المختلفة في زماننا؟ هذه السؤال لا مساس له بما ألقينا من المحاضرة. قلت يجب أن يكون الأسئلة متوجهة إلى المحاضرة، ومع ذلك يمكن أن نقول إن الفقه بحر عظيم. إن الفقه ليس بحرا بل بحارا بل محيطات. يمكن أن يكون عالما أعلم في الأمور العبادية والآخر أعلم في المسائل التجارية، وثالث أعلم بالمسائل السياسية،
ورابع أعلم بما يمت إلى البيت والأمور الراجعة إلى البيت. على كل تقدير يمكن أن يكون هناك إنسان أعلم في علم وإنسان آخر أعلم منه في باب آخر. باب التجارات باب العبادات باب. إنسان يجمع بينهما ويمكن أن يكون هناك إنسان أعلم في باب العبادات وآخر في باب البيوع وباب المعاملات. وأما ما يرجع إلى محاضرتنا بين هذه الأسئلة، هذا السؤال: لماذا جاءت آية التطهير في سياق الحديث عن نساء النبي الأكرم؟ سؤال جميل يحتاج إلى مصحف. تفضلوا بالمصحف حتى نحقق هذا الموضوع. سؤال جميل يرجع إلى مبحثنا. القرآن الكبير شوية كبير، ليس ذاك القرآن الكبير. لا تفضلوا. سلام. هذه الآيات وردت في سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السؤال سؤال جميل. السؤال سؤال جميل هو هذا. يقول إن هذه الآية وردت في سياق الحديث عن نساء النبي. يقول: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إلى هنا كل الضمائر ضمائر جمع للنساء، ضمير المؤنث بصورة الجمع. لستن واحد، إن اتقيتن ثاني، لا تخضعن ثالث، وقلنا رابع، وقرن خامس، في بيوتكن سادس، ولا تبرجن سابع، وأقمنا الصلاة ثامن، وآتينا الزكاة تاسع، وأطعنا الله ورسوله. إلى هنا جميع الضمائر ضمائر مؤنث ضمائر الجمع. إلى هنا الضمائر كلها ضمائر الجمع. وأما عندما وصل إلى أهل البيت يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فعدل عن ضمير المؤنث إلى ضمير المذكر: عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بعد هذه الآية إذن الضمائر كلها مؤنثة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أنت إذا قرأت الآيات ترى أن هناك ضمائر مؤنثة ربما يرتقي إلى 20 ضميرا كلها ضمائر مؤنث. وأما إذا وصل إلى آية التطهير الضمائر هناك مذكر. فلو كان المراد من أهل البيت هو أزواج النبي يجب أن يعنس الضمائر ويقول: يريد الله ليذهب عنكن الرجس أهل البيت ويطهركن تطهيرا. ما هو الدليل؟ ما قبل الآية كلها ضمائر مؤنثة، بعدها كلها ضمائر مؤنثة، وخصوص هذا ضمائر مذكرة. هذا أولا. وثانيا إن القرآن الكريم عندما يذكر بيوت أزواج النبي
يذكره بصيغة الجمع ويقول وقرن في بيوتكن، بيوت جمع بيت. وأما هنا يأتي بالمفرد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فلو كان المراد من البيت هو بيوت أزواج النبي يجب أن يذكر بصيغة الجمع. قبلا يقول وقرن في بيوتكن، إذا وصل إلى هذه الآية يقول وقرن، يقول أهل البيت، فهناك بيوت وهناك بيت. البيوت لأزواج النبي، هذا البيت لشخص واحد، بيت علي أو بيت فاطمة، وهذا أوضح دليل على أن هذه الآية لا تمس بأزواج النبي الأكرم، وإلا لكانت الضمائر فوضى. فالقرآن الكريم في أعلى مراتب البلاغة والفصاحة، فلماذا أنس الضمائر قبله وبعده، وهناك ذكر ويتكلم عن بيوت النبي، عن بيوت أزواج النبي بصيغة الجمع وهناك بصيغة المفرد. وأما لماذا جاء هذه الآية في ثنايا آيات أزواج النبي، فهذا واضح يريد أن يوجه نساء النبي أن يكونوا مثل هذا. هذا لكم أسوة، أهل البيت لكم أسوة يا نساء النبي، إذا أردتن أن تكونوا كذا وكذا فعليكم الاقتداء بهذا البيت، بأهل البيت. يريد الله ليذهب أهل البيت من الخبث تطهيرا. فإذا قلتم إن الله يبغض لغضبها ويرضى لرضاها، فلماذا لا يسبحون باسمتها، لأن هذا لا يدل على اسمتها. السؤال غير واضح. نحن استخرجنا الاسمة من هذه الرواية، ولو لم يدل على الاسمة بالدلالة المطابقية نحن أخرجنا واستنبطنا عن طريق الدلالة الالتزامية. فعلينا التدبر في القرآن الكريم، التدبر في القرآن الكريم ساقنا إلى هذه المسائل. طيب الله أنفاسكم. في الختام باسم مركز الأبحاث العقائدية نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة آية الله الشيخ السبحاني على محاضرة القيمة، كما نشكر